احذر الأنبياء الكذبة من كتاب أعماق نفسي، الشفاء الإلهي للقلوب الكثيرة، دكتور تومسون وباربرا تومسون. بيبتدي الكاتب الفصل ده إنه في حزقيال 13 بيوضح غضب الله على اللي بيعلنوا بفخر عن رسائل ونبوات منسوبة إلى الله، لكن هي في الواقع مش منه. الأنبياء الكذبة سواء كانوا أشخاص أو أفكار جوانا بتشكل دايماً خطر علينا، لأنها بتخلينا نبني أسوار ضعيفة حوالين نفسنا، شكلها جميل من بره لكن هي في حقيقتها ضعيفة وهشة. وكتير من اللي صدقوا الأنبياء الكذبة كان رد فعلهم إنهم خافوا فبنوا سور عشان يحموا نفسهم. يمكن اتعرضوا لجرح عميق وبنوا السور عشان يحميهم من أي جروح تانية، وعاشوا ورا السور مش قادرين يستمتعوا بالصداقات العميقة الدافية، وعاشوا في وحدة واكتئاب ومشاعر مرارة وكراهية للي ساءوا ليهم. وهنا سأل الكاتب: يا ترى مين هم الأنبياء الكذبة اللي ممكن نقابلهم في حياتنا؟ أول نبوة كاذبة ممكن تيجي في حياتنا بتكون من الآباء، زي أنت ولد وحش، ربنا مش بيحبك، أنت غبية ومفيش فايدة فيكي. لما بيتكلموا الوالدين على قدرة أولادهم ومهارتهم وشكلهم ومستقبلهم، بيقتنع أطفالهم بكل كلمة بيقولوها حرفياً، لأنهم أهم ناس في حياتهم، هم الله بالنسبة ليهم، وبياخدوا كل كلمة ليهم على إنها حق إلهي بيصدقوها وبيعيشوا بيها. فكم العبارات القاسية والغلط ممكن تأثر سلبي على نمو الطفل النفسي وتحرمه من الحياة الطبيعية. تاني نبوة كاذبة بنقابلها في حياتنا بتكون من المدرسين، وكتير من المدرسين جرحوا أطفال بسبب التعامل معاهم بظلم أو بالعنف اللفظي أو الجسدي. تالت نبوة كاذبة بنقابلها في حياتنا من الأصحاب، وخصوصاً في سن المراهقة، بنصدق كلامهم عن شكلنا وقدرتنا وبنتأثر بيه. رابع نبوة كاذبة بتيجي من وسائل الإعلام، ووضح الكاتب إن وسائل الإعلام من أشد الأنبياء الكذبة، لأنها بتوصل شر وفساد لكل بيت، وبتنشر رسائل من الشهوة والعنف بخبث شديد وطرق غير مباشرة. خامس نبوة بتيجي من بعض رجال الدين اللي بيتكلموا بلسان الله وهم أبعد ما يكون عن الله وعن كلمته. سادس نبوة كاذبة قالها الكاتب بتيجي من القلب، والكتاب المقدس بيقول لنا إن القلب أخدع من كل شيء، وكتير بنصدق القلب وبنتخدع. سابع نبوة كاذبة بتيجي من إبليس، وهو أكتر الأنبياء الكذبة لأنه خداع وليه طرق مختلفة للكذب والمكر باستخدام أشخاص أو مواقف بيخلينا نصدق أكاذيب عن نفسنا وظروفنا ونعيش بيها. ووضحت الكاتبة إن كل الأنبياء الكذبة بيقودونا إننا نبني أسوار، فاكرين إنها بتحمينا من أخطار الحياة وتهديدها، للدرجة اللي بتعزلنا ونبقى عاجزين إننا نحب ونتحب ونثق في الآخرين. وورا الأسوار للأسف مش هنقدر نشوف ضعفنا وعجزنا واحتياجنا للشفاء، لكن مع العواصف اللي بتقابلنا في الحياة بتتهد الأسوار دي، زي المرض والموت والانفصال ومشاكل العمل والمشاكل الاقتصادية. ومع العواصف هيحصل رد فعل من الاتنين. الأول هيواجه الإنسان نفسه ويصرخ لربنا طالب المعونة، ومع الوقت هتقع طوبة ورا التانية من الأسوار المزيفة اللي اتبنت بسبب الأنبياء الكذبة. ومع سقوط السور هيركع الإنسان شاكر لربنا من قلب منكسر وخاضع لإله محب قادر يلمس الجرح ويشفيه ويبدأ حياة جديدة من طريق الشفاء. أما رد الفعل التاني بعد العواصف إن الإنسان يتهم ربنا بالظلم وعدم الأمانة وإنه مش بيحبه، ويبدأ يبني سور أكبر يستخبى وراه عشان يحميه من عواصف الحياة. وبيوضح الكاتب إننا محتاجين نفرق بين الأصوات الكاذبة من الأنبياء الكذبة وبين أصوات أنبياء الله الحقيقيين، وده عن طريق العلاقة الحقيقية مع الله ومع كلمته. في يوحنا 8 عدد 32 بيقول: تعرفون الحق والحق يحرركم. وكل ما ندخل حق أكتر لحياتنا هنبقى أكتر حرية عشان نحيا بحسب قصد الله لينا. الكتاب حلو ومليان بالتفاصيل، بنشجعك تشتريه وتقراه، وأكيد هتستفاد لما تتأمل فيه بالتفصيل. ربنا معاك.